بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة ينحل بها الكرب وتنفك بها العقد. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. اللهم آمين يا رب العالمين. لو أنت أول مرة تخشي عند القناة يا ريت تعملي اشتراك، وإن شاء الله تبقي دايما معانا كده في القناة ويوصلك كل جديد. ولو أنت من المتابعين المستمرين اللي معايا يا ريت تعملي لايك وتشوفي الفيديو للآخر، وان شاء الله نوصل كل جديد. وتشيروا الفيديو على قد ما تقدروا، الدل على الخير كفاعل. النهارده انا هقول لكم على قصه برضو حصلت بصدق. شوفوا بقى سبب، اقول ربنا بيجعل لكل شيء سبب. بفضل الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحده زوجت بناتها الثلاثه وهي كان زوجها متوفي، وكانت عيالها كبروا ورا بعض كده وخلصوا دراسة، والثلاثة سبحان الله فرق من كل بنت للتانية سنتين بالظبط. فبقت يجي العريس للبنت الكبيرة تعجبه البنت الصغيرة، يجي العريس للبنت الوسطانية يعجبه البنت الكبيرة. فبقت ترفض تقول لا مش هينفع، وبقت مش عارفة تعمل ايه. وبعدين جه في وقت وحلهم وقف خلاص، ما بقاش حد يجيلهم. بقت حزينة وزعلانة وفي نفس الوقت حاملة الهم. طب هي حتى هتجهزهم ازاي في الغلا اللي احنا فيه دوت؟ فقالت انا هرمي حمولي على ربنا، وحد لازم استقوى بالله سبحانه وتعالى، حتى لو لها قرايب اخوات الزوج طبعا هيساعدوها بايه. والثلاث بنات ما شاء الله ربنا يبارك ويخلي يرزق كل مكان يا رب، وطبعا هيتكلفهم جهازهم هيتكلف كتير. فبقت حامله الهم من باب من حزينه ان هي اصبح ما بيجيش لبناتها عرسان، ومن ناحيه تانية حزينه ان حتى لو جه عرسان هيتجهزهم بمبلغ وقدره، وطبعا حالتها ما تسمحش مع ان هي ما شاء الله مستوره بس طبعا انتوا عارفين جهاز البنت النهارده بيتكلف شيء وشويه. فبقت بتبص تلاقي لسانها كده بيصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. بقت تقول كل ما الاقي نفسي مخنوقه وزهقانه اصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصيغه الابراهيميه اللي هي نص التشهد، اللي هي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. دي صيغة. وصيغة تانية كانت بتقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بتقول كنت لما الاقي نفسي كده قاعدة فاضية كده ومزاجي حلو، كنت أصلي على الرسول بالصيغة الإبراهيمية، وامسك بقى السبحة كده واقعد اصلي على الرسول. كان معاها سبحه بتقول جبت سبحه 1000 حبايه، بقيت اصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام 1000 مره. وانا واقفه مثلا في المطبخ او بعمل شيء كنت اصلي على الرسول اللي هي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بتقول في الاول كنت بصلي كده ومستثقله، بصلي على الرسول مستثقله والصراحة مجرد لسان بس اللي بينطق، لكن القلب مش مستشعر بالكلام. بتقول بقيت مع الوقت احس كده بحلاوة كده، لو انا حتى سهى عليا حاسة ان في حاجة كبيرة كده ان انا نسيتها، وابقى انب في نفسي ازاي ما صليتش على الرسول النهارده، او ازاي سهى عليا بقالي ساعة ما ذكرتش الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. فبتقول خلاص خدت عهد على نفسي ان انا بصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام بنيه المأزق اللي هي فيه ده، ما هي لا عارفه تجوز بناتها ولا عارفه تجهزهم. فضلت على الحال ده ده هي بتحكي بقى مش مثلا شهر او اسبوع زي ما بنسمع كده في الفيديوهات، لا بتقول سنه، لدرجه كنت امل وازهق وارجع اقول استغفر الله العظيم، لا انا كنت بصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام حتى لو ما جاش عرسان او ما تزوجوش خلاص، بحس ان صلاتي على الرسول ديت بتقربني اليه وبتخليني كده حاسه ان انا من عصر الرسول ومن ايام الصحابه، وبحس ان انا عايشه معاهم. فبتقول بعد سنه بالظبط سبحان الله
اتجوزوا بناتها الثلاثة ازاي؟ بقدرة الله وبقدرة الصلاة على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. طب يا اتجوزوا ازاي وانت سبحان الله يعني كنت حاملة همهم وكده؟ قالت اول بنت كانت يعني الحمد لله ربنا كرمها واشتغلت، فالمهم بقت تجيب لنفسها شوية يعني حرفية كده وتعينهم. فجت واحدة قريبتها قالت لها ده انا عندي عريس جاي من بره وعاوز يتجوز على طول. قالت لها طيب ده انا يعني مش هقدر اجهز وكده. قالت لها بس نشوف الاول. فالمهم اللي شاف البنت شافته خلاص اتكلموا مع بعض في توافق. تعالوا هنا بقى سألوا في ما سألوش العريس عنده شقة، ما سألوش العريس من عيلة مين، عنده املاك يعني لا يعني كان سألوا برضه، بس كان السؤال الاول هل انت بتصلي، بتشرب سجاير؟ لا خلاص احنا موافقين. بس بقى الموضوع السكن بقى واللي عندك شقة وما عندكش دوت كان السؤال ده في المرحلة اللي بعد كده. المشكلة النهاردة لما بتيجي فعلا حد بيتزوج بيروح يدور على عروسة اللي عندها املاك وان هي تكون جميلة وهي من عيلة ابوها عنده وبيشتغل وعنده عمارة، لا عنده ارض. ما بيدورش لا على الاخلاق ولا على الدين. وده يمكن سبب من الاسباب فعلا ان بعض الزيجات بتفشل. عايزين النهارده يبقى همنا الاكبر ان احنا ندور على الاخلاق والتربيه، وبعدين بيجي بعد كده بقى مرحله الجمال ومرحله عنده شقه ولا ما عندوش. بالنسبه للطرفين يعني العريس يدور على الزوجه اللي هي نشأتها نشأة صالحه، والعروسه برضه تدور على الزوج ان شاء الله اللي يبقى برضه نشأته نشأة صالحه، تعرف انه هيراعي ربنا فيها وهيحافظ على بيته، هي كمان هتراعي ربنا فيه وهتحافظ على بيتها. فبتقول قال لها طب جت بقى حامله هم الجهاز، طب هنجهز ازاي؟ قال لها انا مسافر وعاوز اكتب كتابي واعمل فرح واخدها معايا ولما نرجع نبقى نأسس الشقه بتاعتنا. فرحت وقالت الحمد لله جت من عند ربنا وخلاص فعلا تمت الجوازه. وطبعا ما كتبتش قايمه في المرحله دي بقى، ما كتبتش قايمه. هي بتقول انا من الشهر اللي هو قعدوا معانا في فتره يعني على ما جهزنا بقى يعني جهلوا كذا مرة، اتعرفوا على بعض وقعدوا مع بعض، خرجنا مثلا جبنا جبنتين وهي برضو ما تمسكتش بيه بقى، ما تمسكتش وعايزة شبكة بالشيء الفلاني، لا هي ما رضتش تتمسك عشان برضو هو كمان ما يتمسكش معاه. وخلاص اتجوزت وسافرت مع جوزها وقالت بقى هتشتغل معاه هناك وهم يأسسوا بيتهم مع بعض، وارتاحت من اول واحدة. طبعا الحاجات اللي كانت بنتها جايباها سابتها بقى لاخواتها. ما فيش في فرح بنتها ديت الاولانيه شافها واحد صاحب العريس، شاف بقى البنت الثانيه اعجب بيها، عايز برضه يتقدم لها. قالت له ده انا لسه متجوزه الاولانيه ومش هقدر بقى يعني اجهز الثانيه دلوقتي. قام قال لها اللي تقدري عليها دي واللي انا هقدر عليه اجيبه. برضه ما تشرطتش علشان هو ما يتشرطش معاها، بس طبعا برضه لما برضه سألت وعرفت ان هو برضه من عيلة متدينة وهو ملتزم وبيصلي وعارف ربنا، برضه خلاص ادتها شوية الحاجات اللي كانت اختها جايباهم وقالت له انا مش هقدر اكمل. قال لها خلاص اللي يعني اللي انت مقصرة فيه انا هجيبه وما تقوليش لاهلي علشان خاطر برضه كرامتكم تبقى محفوظة. فبرضه لما هو عمل معاها الحركة ديت هي كمان ما تمسكتش في موضوع القايمة ده خالص يعني، وفعلا بتقولي الحمد لله ربنا كرمنا بيها. بعديها برضه في ساعتها كده جه للبنت الأخيرة اللي هي الثالثة برضه عريس برضه بمعرفة برضه ازواج اخواتها، فقالت ما دام هم كويسين وصالحين اكيد برضه اللي هو جاي ده تبعهم كويس، لان ما فيش حد كويس بيصاحب واحد وحش، الكويس بيصاحب الكويس والوحش بيصاحب الوحش. فبرضه وافقت عليه وقالت له بالعربي بقى انا مش هقدر اجهز. قال لها خلاص انا هشيل كل حاجه بس يعني قدام اهلي يعني ان انتوا برضه جايبين المطبخ بالاجهزه. قالت له جميلك ده مش هنساهولك. قال لها ما تقوليش كده يا ماما، يعني هو يعني الموضوع يعني يبقى فيه رحمه شويه. فبصراحه من لجأ الى الله لا يخيب، من لجأ لرسول الله لا يخيب. شوفوا هي يعني كانت بتقول انا كنت بكل وبزهق، استنى ان بعد شهر يحصل ما يحصلش، شهرين يحصل ما يحصلش، سنه بتقول سنه كامله ويمكن سنه وشهر كمان. تصلي على رسول الله
ربنا فرجها عليها من اوسع الابواب، جاب لها 3 عرسان ما شاء الله زي الفل، متدينين عارفين ربنا. طبعا ما دام عارف ربنا هيراعي ربنا في الزوجه وفي اولاده بعد كده باذن الله. وشالوا من عليها حمل كبير، حمل الجهاز. فيا ريت النهارده يا حبايب قلبي، يعني انا مش عارفه الفيديو دوت مين هيسمعه ولا هيوصل لمين. نفسي بقى ان الفيديوهات دي توصل للناس عشان الناس تعمل بيها. نخلي في قلوبنا رحمه ونتقي الله، من يتق الله يجعل له مخرجا. فعلا يعني اللي له رب لا يخيب ولا هيضيع. طبعا كلنا لنا رب، بس في ناس دايما بتبقى ناسيه ربها، وتجي في اي مأزق او اي زنقه تقول ليه يا رب. لا، احنا مش عاوزين نقول ليه يا رب، هو احنا يعني عملنا فروض ربنا بحب واتقان واخلاص عشان نيجي بعد كده نطلب منه. احنا يعني النهارده مش عاوزين ان احنا نقصر مع ربنا، عشان لما نيجي نطلب من ربنا يدينا من واسع كرمه، مش نبقى ناسيين وناسيين طاعته وناسيين فروضه وناسيين يعني سننه وما نعرفوش الا في الشدائد. لا، لازم نعرف ربنا في السراء عشان يعرفنا في الضراء. لازم يعني نلجأ لربنا والرسول ولديننا في الخير وفي الفرح، عشان لما نيجي نتزنق ونقع يعني في زنقه، ما نيجي نقف قدام ربنا كده ونصلي وندعي ربنا، ما نبقاش يعني مكسوفين من نفسنا ان احنا ناسيين ربنا ونايين في المحنه نلجأ له. احنا عايزين نلجأ لربنا في كل وقت. يعني احنا بعدنا كتير 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 عن ربنا، عشان كده ابتلاءات الدنيا يعني مغرقانا. ولو ان الابتلاءات دي من زمان، من ايام الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، بس احنا فعلا عشان بعيد عن ديننا، فاي شوكه كده بتشكنا بنحس انها حاجه كبيره. لا، احنا عاوزين نرجع لله ولرسوله ولديننا ونربي اولادنا تربيه سليمه، علشان خاطر انا مش عارفه احنا في زمن مش عارفه اقول اللي حصل فيه ايه. يعني الواحد خايف والله على الاجيال اللي طالعه. ربنا يا رب كده يرحمنا برحمته الواسعه، واشوفكم في حلقه جايه باذن الله. ما تنسوش تصلوا على رسول الله عشان ربنا يعني ايه يحل لنا كل مشاكلنا. اشوفكم في حلقه جايه باذن الرحمن. مع الف سلامه.